وسّع، وسّع، أنا جيت، بس المرّة دي جاية لكم من المطبخ بتاعي، جاية معايا كده شنطة فلفل محترمة، كُلّنا عارفين إن الخضار الأيام دي سعره غالي جدًا، يعني أقل كيلو فلفل دلوقتي ب25 جنيه، فربنا يعين الناس يا رب. أنتِ بقى جايبة الكمية دي كلّها ليه؟ لأ، أنا مش جايبة الكمية دي ولا حاجة، أنا الكمية دي كانت جاية لي وأنا كمان كنت جايبة كمية تانية، فهاحطهم على بعض كده ومش معقول إن أنا أسيب كمية الفلفل دي معايا تبوظ، فهنعمل فيها إيه؟ هنحفظها معانا بطريقة ممتازة جدًا، جدًا، هتقعد معاكِ في التلاجة نفسها لمدة شهر ممتازة سليمة، ولا الفلفل هيطرى معاكِ ولا هينشف ولا هيبوظ ولا أي حاجة خالص، وهنحفظه كمان في الفريزر لمدة سنة، وهنعمل منه وصفة لا غنى عنها في أي مطبخ. أمال إيه بقى الشنطة اللي إحنا شايفينها ورا دي؟ أيوه، ده جزر، أيوه أنتم شايفين صح، برضه جزر كده عندي كان هيبوظ خسارة كمية محترمة، والجزر طعمه حلو أوي ومفيد، وعارفين كلنا إن الجزر بيقوي النظر، فهنعمل منه برضه هاقول لكم في الفيديو بتاع الجزر استنوه، واللي حابب إن هو يشوفه يكتب لي كده في الكومنتات، وتعالوا بينا نرجع للفلفل الجميل بتاعنا. الفلفل بُصّوا زي ما أنتم شايفين فلفل سبايسي على فلفل رومي، يعني حار على بارد، وإحنا عارفين إن الفلفل الرومي العمر بتاعه قصير، فما بيستحملش يقعد معاكِ فترة طويلة. أنا هنا كنت باورّيكم إزاي لمّا نيجي نشتري الفلفل نشوف الفلفل الكويس أو الفلفل اللي هو إن إحنا نختار الفلفلة اللي نضغط عليها تكون جامدة ومتماسكة. أنا هنا بقى كنت باشوف الفلفل و يعني بانقّيه كده علشان أقول لكم أنا هاعمل فيه إيه. باخد جزء أو شوية من الفلفل اللي هم بقى جامدين كده وناشفين زي ما قُلت لكم كده، وبابدأ إن أنا أجيب مناديل مطبخ أو أي حاجة وأمسح الفلفل بتاعي أو أنشّفه مش عايزة عليه ولا نقطة مَيّة، وباجيب بقى أكياس تخزين بيضا وبابدأ إن أنا أعملهم فيها. هنعمل إيه، هنعمل منه كل اللي أنتِ شايفاه ده، شايفين من الفلفل ده عملت الحاجات الخطيرة دي هتعرفوها معايا دلوقتي، بس في البداية أحب أذكّركم إن المحتوى الهادف بيموت بالمشاهدة الصامتة. فحُط لايك كده واشتركوا في القناة لو أول مرّة تشوفوني، أنا أميرة أخصائية تغذية ويالّا بينا نبدأ مع بعض. جِبت الفلفل اللي أنا جِبته من الأول كده أو نقّيته في الأول وهاحطه في كيسة وبُصّوا كده أيوه بشوكة باعمل خروم كده أو فتحات في الكيسة بتاعتي. الفتحات دي ليه؟ علشان دي بقى اللي هتعمل تهوية للفلفل بتاعنا وهتخلّي الفلفل بتاعنا ما يطراش أو ما يبقاش مَيّة كده معانا ويبوظ بسرعة وهيطوّل العمر بتاعه. وبابدأ أحُط معاهم شوكة معدن، أيوه شوكة معدن دي بتطوّل برضه من فترة حفظ الخضار بتاعنا، واحفظه عندي في التلاجة وأنتِ بتجيبي منه كده كل يوم لو لقيتِ الكيس ده فيه مَيّة كتير بدّليه بكيس تاني وحُطّي معاه برضه الشوكة. وأدي أول طريقة الفلفل هيقعد معاكِ لمدة سَنة خطيرة، خطيرة ومتجرّبة. هنيجي بقى للفلفل بتاعنا، هابدأ إن أنا بقى أقسم الفلفل بتاعي كده. باشيل فلفل سبايسي على فلفل بارد، بُصّي زي ما تحبّي، اللي أنتِ عايزاه بقى، حسب ما أنتِ بتعملي في الأكل بتاعِك، وهابدأ إن أنا آخُد الفلفل بتاعي وأغسله كويس جدًا، جدًا. هنا بقى أنا كنت باوزّع عشان أقول لكم أنا هاعمل إيه دلوقتي، ما تستعجلوش، واللي وصل لحد هنا كده وعرف إن أنا هاعمل إيه، يكتب لي كده في الكومنتات. قسمت بقى هنا الفلفل بتاعنا كده، حطيت هنا معظم الفلفل الرومي عشان هاعمل بيه الوصفة اللي أنتم هتشوفوها دلوقتي، والفلفل الحراق حطيته في بولة تانية وباغسلهم كويس جدًا، جدًا. إزاي باغسله؟ زي ما قُلت لكم أي خضار باحطه في مَيّة لمدة 5 دقايق كده عليها معلقة من الخل، علشان طبعًا أتأكد إن أنا أشيل أي ميكروبات أو أي جراثيم عليه. وبعد كده باغسله كويس جدًا وبابدأ إن أنا أشتغل فيه، هاغسله وأرجع لكم. وهنا بقى غسلت الفلفل بتاعنا زي ما إحنا شايفين كده وبقى نضيف ما شاء الله. هابدأ بقى أقول لكم هاعمل إيه. أول حاجة الفلفل ده علشان معظمه فلفل رومي اللي هو البارد، فهابدأ إن أنا أعمل منه بقى فلفل للشاورما، أيوه الفلفل ده أنا هاخزّنه وهاطلّعه على طول في استخدامي للشاورما كإنه لسه فريش، أو أي أكلة بتحتاجي فيها فلفل، ممكن مسقعة، ممكن وصفات البتنجان، أي أكلة في الدنيا بتحتاجي فيها فلفل جوليان أو شرايح زي ما إحنا شايفين كده، باقطّعه بقى جوليان أو شرايح زي ما أنتِ شايفة كده. أنا ما باحبش القطّاعة، هنا كنت باقول لكم أنا باحب أقطّع على إيدي كده، باحس إن هي أسهل
وأسرع بكتير جدًا. اللي زيي يقول لي. بُصّوا بقى طريقتي المفضلة، شايفين باحط كذا قطعة مع بعض كده، وبابدأ إن أنا أقطّعهم مع بعض بينجز معايا جدًا، جدًا. قولوا لي بقى مين بيعمل زيي كده؟ الطريقة دي ممتازة جدًا. بُصّوا باحط كمية كبيرة بتخلّيني أنجز. هاقطّعهم بقى وأورّيكم الكمية. شايفين ما شاء الله هنا بقى فلفل spicy على فلفل بارد زي ما أنتم شايفين، عملت كمية محترمة. التقطيعة زي ما بتحبي وزي ما تستخدميهم في الأكلات بتاعتِك، تقدري تقطّعيه مكعبات، جوليان، دواير، أي طريقة. التقطيعة مش مهم معانا خالص. هابدأ بقى إن أنا أحطهم عندي في بولة كبيرة وهنعرف ليه دلوقتي. ما تنسيش اللايك يا حبيبتي وما تنسيش تشيري الفيديو ده لكل حبايبِك علشان الكل يستفيد. ولو حتى أنتِ مش محتاجة إن أنتِ تعملي الفلفل ده دلوقتي، أكيد هتحتاجيه بعد كده. ولو مش هتخزّنيه بالطريقة دي، أكيد هتحتاجي إن أنتِ تعرفي إزاي تخزّنيه عندِك في التلاجة. هابدأ بقى أنزل عليه بمعلقة من دلوقتي السكر. شايفين؟ أيوه ده سكر مش ملح، سكر علشان السكر ده بيخلّي الفلفل يحتفظ بالقرشة بتاعته كده وما يطراش معاكِ. هانزل بيه بمعلقة من السكر كده وهانزل عليهم بقى بكوباية من المَيّة السخنة اللي بتغلي، أو هاغطّيهم يا دوبك تغطية بسيطة كده بالمَيّة السخنة بتغلي. عندي الكاتل فيه مَيّة سخنة بتغلي، وبابدأ إن أنا بس أحُط الفلفل أغمرهم، يعني المَيّة تكون مغطية الفلفل بتاعي زي ما أنتم شايفين كده. شايفين اللون بقى ابتدى إن هو يخضر كده بطريقة حلوة، ولسه كمان هتشوفوا المرحلة التانية. باسيبه فيهم كده لمدة دقيقة أو دقيقتين بالكتير أوي، ما تطوّليش عليه ولا أي حاجة. وهيكون عندي بقى أنا محضّرة مَيّة بتلج، يُفضّل بقى إن هي تكون مَيّة فيها مكعبات تلج كده يا جماعة، ده هيبقى خطير جدًا، جدًا، جدًا. هابدأ إن أنا أصفّي الفلفل بتاعي كويس جدًا من المَيّة دي وانزل بالمَيّة التلج. هنا كنت حاطة مَيّة متلجة في الفريزر أهو، وهابدأ أحُط عليه الفلفل بتاعي كده. هتلاحظوا إن اللون بتاع الفلفل هيخضر أوي كده وهيبقى لونه حلو أوي، 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 أوي. بُصّوا أهو، بابدأ إن أنا بُصّوا على طول، يعني المَيّة السخنة ما سِبتهاش دقيقة بالضبط، يا دوب كده قلّبت الفلفل في المَيّة السخنة وكبّيتها وحطيت المَيّة الباردة. وهنا كنت باورّيكم إن الفلفل لسه متماسك ولسه جامد، يعني لا طري ولا المَيّة سلقته ولا أي حاجة خالص. هي لمدة دقيقة أو نُص دقيقة بالكتير، وبعد كده باتخلّص من المَيّة السخنة وأحُط المَيّة الساقعة. ويُفضّل إن هي تكون فيها زي ما قُلت لكم مكعبات كده من التلج. وهابدأ إن أنا أتخلّص بقى من المَيّة دي، والمهم إن أنا أتخلّص من المَيّة تمامًا. هابدأ إن أنا أصفّيه بمَصفى لمّا المَيّة بتاعتي تبقى الفلفل بتاعي ما فيش ولا نقطة مَيّة. وهابدأ بقى أحضّر أكياس التخزين، علب زي ما تحبّوا. أنا الفريزر بتاعي كان فيه حاجات كتير، فبدأت إن أنا أجيب أكياس التلاجة، ممكن أطباق. بُصّي أهم حاجة تكون حاجة صحّية ومخصصة للتخزين، وبابدأ إن أنا بشاليمو أو حاجة أشفط الهوا اللي موجود في الكيس أو أخرّج الهوا تمامًا. دي طريقة ممتازة جدًا. بُصّوا الكيس هنا ما فيش ولا نقطة هوا. عملت كمية، شايفين كمية محترمة، بتنفعني جدًا يا جماعة. لأ بقى لو باعمل شاورما، باعمل مسقعة، باعمل أي حاجة أو أي أكلة محتاجة فيها فلفل جوليان أو فلفل شرايح حتى كمان لو أنتِ عايزة تعملي أي أكلات، أي أكلات هتحتاجيهم فيهم. تعالي بقى نشوف كمية الفلفل الspicy المولع ده هنعمل بيه إيه. هنعمل بيه حاجة، بُصّوا أنا ما باستغناش عنها في المطبخ بتاعي، موجودة دايمًا، ما بتخلصش نهائي من الفريزر بتاعي. هنعمل معانا هريسة الفلفل أو دقة الفلفل، بس تستخدميها في كل حاجة. أنا باقول لكم هنا، أنا كنت باقول لكم في البداية أنا ما باحبش أشتغل بgloves أو جوانتي، فهنا استخدمته لإن الفلفل هنا حراق جدًا يا جماعة. فاضطريت إن أنا أستخدمه للأسف. لبست واحدة بس كده وهابدأ إن أنا أقطّع الفلفل، طبعًا مغسول كويس جدًا، جدًا. نرجع تاني بقى لدقة الفلفل دي. دقة الفلفل دي يا جماعة بُصّوا قسمًا بالله أساسية في المطبخ بتاعي، ما بتخلصش نهائي. عندي كده عاملة برطمانات في الفريزر وأطلّع واحد أحطه في التلاجة يخلص أطلّع غيره وهكذا. والكبة بتاعتي الجميلة اللي أنا ما باستغناش عنها، حبيبتي أو صديقتي في المطبخ. وهابدأ أسمّي الله وأنزل بالفلفل بتاعي. عجباني أوي الكبة بتاعتي دي لإن أنا عملت معاكم قبل كده دقة الفلفل دي، وكانت الكبة بتاعتي صغننة جدًا، جدًا، كانت بتتعبني أوي. لكن الكبة دي كبيرة شوية، ربنا يبارك في اللي جابها لي ويخلّيه لي يا رب ويحفظه ويرجع بألف سلامة.
هابدأ أنزل عليها كده بمعلقة كده من الملح، معلقة كبيرة، وأحط عليها فلفل أسمر وكمون وكزبرة، كل التوابل اللي أنتِ بتحبيها على أي أكل حطيها مع الدقة دي، زي ما باقول لِك كده، أي توابل أنتِ بتحبيها انزلي بيها على طول بدون أي تفكير. بُصّي بقى أنا هنا حطيت كل التوابل اللي أنا باحبها أو باحب أستخدمها في أي أكل، لإن التتبيلة أو الدقة دي أساسية معايا في كل الأكلات، فول بقى، بتنجان، أي طبيخة، حتى في لمّا باجي أعمل فراخ مشوية أو حاجة باحط من الدقة دي عليها، وعندي بقى خَل حطيت كده كمية محترمة من الخل، وأحط بقى ليمون، ليمون كتير أوي، أوي. أنتِ عمّالة تقولي حاجات وما بتقوليش كميات ليه؟ لإن أنا باقول لِك هنا مش بتختاري كمية أو بتُقفي على كمية معيّنة، لأ، الكمية على حسب كمية الفلفل اللي أنتِ محتاجاها، والتوابل على حسب برضه الطعم اللي أنتِ بتحبيه من كل نوع من التوابل. هنا بقى أنا كنت فرمت شوية كده وبعدين نزلت بباقي الفلفل، لإن إحنا عارفين إن هينزّل مَيّته فالكمية طبيعي هتقل. ضربته كويس جدًا، 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 وبقى معانا أهو ريح بُصّوا ريحتها خطيرة بجد، حلوة أوي، أوي، أوي. أنتم عارفين والناس اللي متابعينّي عارفين إن أنا باخزّن في برطمانات إزاز، ما باستخدمش بلاستيك نهائي. بُص عملت ما شاء الله 2 من البرطمانات حلو أوي، أوي، البرطمان لازم يكون مُعقّم يا جماعة، ويكون زي ما إحنا شايفين كده البرطمان الأولاني ده أنا مالياه للآخر خالص، وباحط عليه كده من فوق معلقة من الزيت، نسيت أقول لكم إن أنا نزلت كده بمعلقتين من الزيت علشان يسهّل معايا لمّا آجي آخد من الدقة بتاعتي، فباخلط كده معلقتين من الزيت على الدقة، وباحط كده في البرطمان من فوق معلقة صغيرة جدًا من الزيت على الوش كده أو كام نقطة علشان يمنع التأكسد أو يمنع الهوا إن هو يدخل للفلفل بتاعنا أو دقة الفلفل وكده تمام. هنا كنت باورّيكم الفلفل ده والفلفل التاني شايفين كمية محترمة جدًا. بُصّوا بقى هنا حافظت على الفلفل بتاعي، الفلفل اللي أنا هاسيبه في التلاجة هيقعد معاكِ لمدة شهر جميل جدًا، ممتاز جدًا، جدًا. والفلفل بقى المتقطّع سواء بقى حلقات أو جوليان أو شرايح أو حتى مكعبات، ده خطير جدًا تستخدميه في كل الأكلات، بُصّي كل الأكلات اللي محتاجة تستخدمي فيها فلفل هتدخّليه فيها، وممكن كمان تطلّعيه وتقطّعيه، بس أهم حاجة نطلّعه من الفريزر على الحلة على طول أو على الطبخة بتاعتنا على طول، وتقدري إن أنتِ تاخدي منه جزء وترجّعي التاني في ساعتها بيطلع بكل سهولة، وأهم حاجة إن إحنا نتخلّص من كل المَيّة اللي موجودة فيه. أمّا بقى دقة الفلفل دي السحر أو إيدي ورجلي في المطبخ اللي ما باستغناش عنها واللي بتدخل في كل الأكلات، وممكن كمان تحطيها في طبق جنب الأكل كده كفاتح للشهية، خطيرة جدًا، جدًا، يعني طبق وتحطي فيه تحفة. أنا عن نفسي باعمل كده، قولوا لي بقى مين بيعمل الطريقة بتاعتي دي بالضبط في الكومنتات، وقولوا لي إيه رأيكم فيها بكل صراحة، واكتبوا لي كمان لو أنتم بتعملوا بطريقة تانية أو بتستخدموا طريقة تانية، وما تنسيش تشيّريها لكل حبايبِك علشان الكل يستفيد، ودعوة حلوة كده من قلوبكم، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.